تلاف 31 وفي 37، وسمحوا لي نسيت بعض التواريخ، وعشنا ال 44، وعشنا البوفكران، وعشنا الحوادث الدخيسه، وعشنا ال 54 في جهه بالجعد واتزم، وعشنا الشيء اللي وقع اللي قال في ديك الوقت في الدار البيضاء في 47، وعشنا المصيبه اللي وقعت بالنقابيين في ديسمبر 52. فملي كنا تنخرجوا نتظاهروا ونقولوا يحيى الوطن يحيى كذا، ما كان في يدينا لا مسدس لا حتى حاجه. بن كنا ربما كان فينا الواحد البعض تيودع الاهل ديالو ويرجع. ايوا سيدي المغاربه ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كان هذا الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري، الا ما فكيتيش الان سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمه، ضعيف الوزن، منعدم القيمه. فبحيث شعبي العزيز هذه المسيره سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن الصاب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد ونتاع الملاحم. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس، اللي ماشي حاجة قليلة، بماكلتهم، بشرابهم، بالمأوى ديالهم، بالدواء ديالهم. وعلى سبب المثال نعطيك مثلا مدة 12 يوم غادي يكونوا عشرات القطارات يوميا تتوصل الناس نتاع الشمال ونتاع المغرب الشرقي لمراكش، ومن تماك غادي ياخذوا السيارات الشاحنات لاكادير، ومن اكادير لطرفايه. الجميع نتاع السيارات الشاحنات 7813. عشر آلاف الناس اللي غادي تصلح للتأطير ديالك. المأكولات 17,000 طن، الماء 63,000 طن، الوقود 2590 طن، 2590 طن، 470 أطباء ومعينين للأطباء، 220 سيارة للإسعاف الطبية. هذه عملية شعبية العزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام، مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع والو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي ما وقعش بينها اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير الصبليون. هذه تنزيد نأكدها، إلا لقينا من غير الصبليون راه المغرب ما بقاش تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال، ديك الساعة من رؤوسهم حنا نخلوهم نديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كرهنا وأحباء أم كره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بيننا وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز هذه مسيرة عملية
هذه شهرين وأنا تنهي فين نقول لك شعبي العزيز، شهرين وأنا حمل هذا الحمل على الأعصاب ديالي زيادة على الأعباء الأخرى. شهرين في الصباح تنأمن 10 المرات، في الليل تنشك 20 مرة. شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المسألة هذه أم ماشي من حقي؟ هل من واجبي أم ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا. ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء. تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائهم. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك، سأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، لنجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله ورسوله، ولنصل الرحم، ولنسترجع الأرض، ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال وما عودنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.